صباح الخير عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. يوم جديد حبيت ابدأ معاكم من البداية خالص، من الساعة 6، من اول من ساعة ما بنروح المدرسة. دي النوتيلا اللي كنت عاملاها معاكم امبارح، حبيت يعني اوريها لكم تقلت ازاي، لان انتوا كنتوا مفكرين ان هي تبقى تنها زي صوص الشوكولاتة كده. لا، بتتقل جدا لما بتحطها في التلاجة، بتتقل جدا. هنا كان العيال قالوا لي خلاص طالما انت عامله لنا نوتيلا مش هناخد باتيه بقى من اللي انت كنت عاملاه لنا، هناخد فينو في النوتيلا وكده. فجابوا فينو، حطيت لهم 2 نوتيلا بس كده، لهم هما الاتنين وايه، وجبنه رومي ولانشون. انا بحط لهم بسيط يعني عشان ما ياكلوش لانشون كتير وكده. انا كنت بحط لهم، كنا الساعه حوالي 6:15 6:20 حاجه زي كده. متاخرين ليه لسه؟ لا احنا مش متاخرين ولا حاجه، احنا المدرسه جنبنا بالظبط، السور بتاع المدرسه في السور بتاع بيتنا، فكده عادي يعني، احنا ايه مش متاخرين ولا حاجه. قلت ابدا معاكم واوريكم ايه من البدايه كده. هنا بقى كان خلاص خدوا خدت اللانش بوكس بتاعها ريتال وراحت المدرسه. ريتال هي اللي بتروح الصبح، راحت بقى وكانت جت قالت لاختها بقى اطلعي بقى انت صوريني زي ما انت بتصوري نفسك كل يوم وانت بتعملي الشقه. ده بقى السلم ده من فوق خالص، من عند الشقه اللي فوق، وبعدها كمان من فوق خالص. طلعت بقى خدت اختها تصورها، قالت لها طب انا هكنس السلم همسحه وما اعرفش ايه، تعالي صوريني وكده. قلت لها ماشي. كانت بتكنس كده ريتال، قالت لها اعملي لي حطي لي وصوريني بس كده زيك انت يعني زي كل يوم. قعدت تعمله كده، هو بقى متطرب بس من فوق كده، من عند السطح كده وانت نازله من فوق. قعدت تكمله كده امبارح يا ولاد، وانا بكلمكم على تنظيم الوقت وكده، ان احنا ننظم وقت. اوعي تنسي في ضمن تنظيم الوقت ده ان انت تعملي وقت ليك انت، وقت ليك انت يعني، مش يعني ايه، كل حاجة تقعدي فيه مع ربنا، تصلي، تقري قرآنك. طبعا انت كده كده بتصلي الفروض في وقتها، تقري بقى مثلا ان شاء الله لو صفحتين 2 قرآن بتقريهم كل يوم، بس المهم تكوني مواظبة عليهم. ليكي ورد معين بتقولي في التسبيح في الاستغفار كده كده. هي كانت نزلت بقى تحت خالص كده عند البوابة الدور اللي تحت. تبقي بتقولي كده كل يوم ليكي، والله العظيم بتفرق جدا. مش بنقول مش بنعمل منظرة. خدي بالك بصي، انت لو بتنسي حط قدامك سبحة، حط قدامك السبحة اللي هي الإلكترونية، مش منظرة، مش بقولك اتمنظري بيها، انت طول ما انت شايفاها قدامك فانت بتفتكري، انت بتفتكري ان انت بتعملي بيها، انت بتسبحي بيها، بتستغفري بيها، بتصلي على الرسول بيها عليه الصلاة والسلام، فبتخليكي تبقي فاكرة الحاجات دي وتعمليها. جربي كده وحطها قدامك. اكيد كلنا عندنا سباح في البيت كانت مركونة، كانت معرفش ايه، بنسبح على ايدينا. معلش ساعات على ايدينا احنا بننسى برضه شوية، انما لما بتبقى السبحة قدامنا، انا دايما بقول لاخواتي كده والله، انا دايما بقول لاخواتي كده خليها قدامكم، حتى لو انت مش تمسكيها مش تعملي بيها، طول ما هي قدامك بتفكرك، فبتقومي واخداها. انت مثلا لقيتي نفسك قاعده 5 دقايق، حتى لو بتتفرجي والله على مسلسل سرحانه شويه، امسكيها سبحي استغفري اعملي كل يوم. يعني قولي مثلا انا هقول النهارده مثلا 50 مره استغفر الله، 50 مرة لا إله إلا الله، 50 مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني إيه، كل يوم بقى حاولي زودي شوية. بكرة لأ، بدأ 50 يعني، مش كل يوم يعني، كل يومين كده زودي، بقوا 70 بقوا 80 بقوا 100. والله اللي ربنا يقدرك عليه 200 500 أكيد يعني. في ناس كتير زي كتير منكم بيعملوا أكتر من كده، إحنا بس بنفكر بعضنا. أنا كنت قبل ما أكمل لكم كنت هروح النهاردة أكشف، كنت بعمل حاجة سريعة، قلت ما اعمل حاجه ايه اتعمل في حله واحده واخلص. دي كان ايه، حتتين فراخ كده، دي نص فرخه، بس نص فرخه وحته كنت مقطعاها كده كذا قطعه يعني صغيره عشان اعملها إيه كبسه. تحط كده الفراخ، بتسخن حته السمنه او تسخنها جامد عشان الفراخ ما تنزلش معاكي ميه. تحطي ملح وفلفل، ده زعتر اللي كنت بحطه، تحط عليها كركم بابريكا، اي توابل انت بتحطيها. وممكن لو انت عندك بهارات كبسه بس حطها وخلاص، انا كانت خلصانه من عندي لسه جايباها. لو انت عندك بهارات حب كبسه حطيها، ده كان كركم. هم انا بتلخبط فيهم يعني، ولكن الكركم والكركم انا بتلخبط فيهم، بقوم حطاهم وخلاص الاتنين. لو انت عندك بهارات كبسة حطيها. الاحسن من الكركم والكاري بقى اللون الزعفران، ملوش اي طعم ملوش اي ريحة، وبيدي لون بس، بحيث تقدر تحط من الكركم ده معلقة صغيرة بس كريحته، وتحط مثلا ايه، يعني لو انت مثلا عاملة حلة زي دي 4 كوبايات رز او 3 كوبايات رز، تحط عليها نص معلقة صغيرة بس اللون الزعفران ده، بيخلي الرز لونه فاتح وجميل، ده بيغمق شوية من الكركم. جيت حطيت كده زي ما قلت لك الفراخ، حبيتها كانت بتلعب في الحامل عند ريتا، تاخد لون من تحت تقلبها كده وتشوحها، بس ما تنزلش ميه، ده يا دوبك الزيت والسمنه اللي فيها بس اللي احنا حاطينه. شوحاها كده يمين وشمال يمين وشمال لحد ما تاخد لون تتشمع معاكي. في التشميعه دي انت ممكن في الاخر تحط ربع كوبايه ميه وتغطيها وتوطي،
تدخل خالص على سوا. انت عارفه الفراخ ما بتاخدش وقت، انت اصلا لما بتشوحها كده يمين وشمال بتاخد على الجنب ده 5 دقايق والجنب ده 5 دقايق. ده برضو كنت برشه زعتر. جيب الزعتر كده وافركيه وحطيه، الزعتر الناشف ده. بصي بتكون كده بقى ايه، قربت على سوا خالص، تبقى من غير حتى ما تبدأي تحط لها نقطة مية. جربيها كده. بصي اصلا الفراخ واخده اللون وبتاع جميل، تحب تاكلها كده كمان من غير ما تحط فيها الرز والله. اهي بصي حطيت كوبايه الميه المغليه دي، تحط ميه مغليه ما تحطش ميه ساقعه، تخلي الفراخ تبقى ناشفه كده وقاسيه مع نفسها. الميه دي كانت كتير والله، بتستوي قبلها. كان المفروض البصله دي كنت المفروض احطها قبل الميه بس انا نسيتها. تحطها تتشوح معاها هي والفلفل كده، تاخد تشويحه وتحطها بس معاها. بص كده الفراخ كانت دخلت على سوا، زي بتتقطع على واحدة كده خلاص، كانت دخلت يعتبر كمان كانت استوت كمان. نزلي بقى بالرز اللي انت عايزاه، كوباية 2 3 4 زي ما انت بتحبي بس. ده رز عادي، انت لو عايزة تحط رز بسمتي هتضعفي طبعا المية. انا ما كانش عندي، انا بحب اعمل الكبسة برز بسمتي على طول بس ما كانش فيه. زود بقى شوية كركم. انا لو عندي بقى لون زعفران مكنتش احط كركم كل ده ولا الحاجات دي، لان الكركم فيه برضو سن الطعم شوية، الزعفران ملوش قلبتيها بقى طعم. خلاص فلما كده جبت ايه، الزعفران بعد كده اديتها وجربته ميتها طلعت بقى كان معاكي جميل. بالطريقة دي. بيدي لون جميلة فاتح والله. جدا لو للرز. عملت بقى برز بسمتي طبعا بتبقى قلبيها جميلة، بقى. بس الرز المصري عادي بتاعنا ما بيقولش حاجة. شوف بقى الفراخ كده واخدة لون ازاي، واخدة لون كأنك انت محمراها لوحدها. بتبقى جميلة تفتح النفس، بدل ما تسيبهاش لونها فاتح. ادها اللون الحلو ده كده تبقى جميلة معاكي، تفتح نفس العيال ياكلوها. معرفش ايه هي محمرة، احنا محمرينها اساسا من الاول، من قبل ما نحط من قبل ما نحط الرز اساسا عليه. الف هنا وشوف على قلبك يا رب. جيت هنا بقى كنت بعمل لهم صينية كيكة البسيطة بتاعتنا. حطيت هنا في الكبة كوباية ونص سكر، تقدر تعمل في الخلاط عادي بس الكبة كانت معايا تحت. ودي كوباية الا ربع سمنة على زيت، تقدر تحط سمنة بس او زيت بس او زبدة بس. ودي بيضتين، انا بحط لكل كوباية دقيق بيضة واحدة، يعني لو انت عايزة تكتري براحتك. حط بيضتين وكيسين فانيليا، واحط لهم معلقتين خل كده كبار، معلقة كبيرة يعني حلوة كده خل. واضربهم في الخلاط. تحط كوباية لبن، او والله لو مش عندك عادي حط كوبايه ميه. انا ساعات بعملها بس هو كان موجود يعني، فحطيت ده. كيس فروت برتقال بحطها، بتخلي لونها اصفر وبتخليها تحفه جدا. بعد كده حطيت كوبايه ونص سكر، حطيت كوبايه الا ربع سمنه على زيت، تقدر تغيري زي ما انت عايزه. حطيت معلقه خل، حطيت بيضتين، كيسين فانيليا، وحطيت كوبايه اللبن. تضربهم ضرب جامد لحد ما السكر اللي معاك يدوب. يا ريت يبقى سكر يعني حبيباته ناعمه. السكر التاني بينفع برضه بس والله بيغمق الكيكه، السكر الغامق ده شويه ما بقاش احسن حاجه. بس لو موجود، لو مفيش موجود هو غيره يعني حطيه عادي. ده مش سكر بودره برضو، ده سكر عادي السنترفوش بتاعنا، بس اللي هو الحبيبات بيضه شويه الصغيره شويه دي. ضربيه شويه حلوين كده في الخلاط في الكبه زي ما انت عايزه. ممكن المضرب اليدوي عادي لو انت عايز تعملي. هنا دول كوبايتين دقيق في البوله دي، عليهم كيس كيك شيف كان كوبايتين وربع دقيق كده. انا كنت في دماغي احط كوبايتين دقيق ومعلقتين نشا بس انا نسيت. النشا بيخليها جميله برضو. حط رشه ملح صغيره جدا، وحط كيس الكيك شيف ده احسن من البيكنج باودر لان هو فيه محسن كيك. وتنزلي بس عليه بقى بالخليط ده، وتقلبي في اتجاه واحد، في ناحية واحدة يعني عشان ما تطلعيش الهواء. وبالراحة ما تقلبيش بسرعة، او انت بس شايفة بسرعة هنا عشان انا مسرعة لك. تقلبي في ناحية واحدة، تلمي الجوانب كده يمين وشمال. وتجيبي الاسباتولا وتشوفي من تحت كده لو في حاجة دي ولا حاجة لازقة تحت ولا كده تشوفيها. او كده تشوف اي حاجة اللي باقي يعني نزليه من الكبة او كده او من الخلاط اللي انت عايزاه. هنا كنت ده هتجيبي بقى الاسباتولا تشوفي من تحت كده لو في حاجة دقيق لازق او حاجة. شوفي سمكها متوسط، لا تقيل ولا خفيف. وتنزلي بقى في القالب البايركس كده كنت حاطاه، وتاخدي خبطتين اتنين بس بالراحه كده. طبعا انا جبت الحاجه احطها تحتها بدل ما تخبطه ويتكسر، تطلعي بس الهوا منها. تدخلها الفرن كده بس كده تطلع معاكي بقى جميله. أنا كده كنت قطعتها والله كده، كنت رحت للدكتور وجيت كمان. كنت عاملاها من بدري جدا. قطعتها لهم بقى ايه، بألف هلا وشفا. والله بيغلبوني والله على ما ياكلوا منها. بعملها على اساس يفطروا منها كده بس ما بيرضوش يفطروا. رايق طريه وجميله وهشه ونافشه وجميله والله. قولوا شفتي لونها بقى، ده الفروت برتقال اللي عامل في لونها كده. لا تقولي الكيكه بتغمق ولا بتفتح ولا الحوارات بتاعت الكيكه دي. جميله اهي. بألف هنا وشفا على قلبكم. جربوها، متنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وسبسكرايب.